يا اخوان هذا الدستور يجوز لنا نسوي اقليم، اسمحوا لنا نسوي اقليم. يرفضون روحوا غيروا لنا الدستور، عمي ما حد لازمكم، انتم اغلبيه بالبرلمان، روحوا غيروا قانون الاقاليم، امسحوه والغوا اسم العراق الاتحاد الفدرالي، الغوه حتى احنا ما نطالب به. احنا نريد اقليم نحفظ به اهلنا، نحفظ به هاي الملايين اللي حد الان مهجرين واللي لاجئين والنازحين وغيرهم، اقليم به نحفظ خصوصيتنا وعقيدتنا. هذا اللي نريده احنا لا شايلين سيف على حد ولا مقاتلين احد، احنا بدنا نتحدث من خلال القانون، والعالم يستمع لمن يتحدث من خلال الدستور والقانون. اقليم يعني استفتاء، يعني وينكم وين هاي الورطه وهاي دوخه الراس؟ ليش ورطه؟ ابشر. شلون؟ ابشر، اكو خطوات حقيقيه راح تصير وراح يشوفوها. مرفوضه من قبل الزعامات السنيه. من الزعامات السنيه؟ زعامات سنيه ترفض اكو مجتمع، احنا بدنا نحكي مجتمع، اكو قيادات سنيه حقيقيه تحدثت ويا الفاعل الدولي وتحدثت ويا كل الاطراف، وصار اتفاق على هذا الموضوع بما انه قانونا موجود في الدستور. اي زعيم اي شو اسمه، انا مالي دخل بفلان خليه يعترض. اليوم اللي يعترض على الاقليم تعرف منو يا استاذ محمد؟ اللي يعترضون على الاقليم الايرانيين والميليشيات والفاسدين والمرتبطين بالاجنده الايرانيه والهلال الشيعي، مثل ما تفضل واحد من الاخوان هسه الاستاذ غالب. اي المرتبطين بهذا الهلال وبوجود الميليشيات بهذه المحافظات. فقط الديوث يقبل ان يكون الارهابي موجود في مناطقه. طيب خلينا نروح للاستاذ عادل، وهذا السؤال انا سأله استاذ عادل. الأقلمة ورقة أمريكية ممكن أن تستخدم أستاذ عادل في العراق في حال أجبر الأمريكان على الانسحاب من العراق، فهل الإطار التنسيقي طيف السياسة الشيعي جاهز لورقة الأقلمة؟ أستاذ محمد، قبل أن أجاوبك أرجو أن تبلغ ضيفك ثائر البياتي أن يتحلى بالأدب ولا يخرج عن السياقات الأدبية. أنا مؤدب، أنا مؤدب أكثر منك. لا لا بديت شوف، بديت تطلع وشك الحقيقي. لا ما أسمح له يتحدث بهذا المنطق، ما أسمح له أن أبقى مع هذا الحوار المتدني الهابط. لا مؤدب، أعطيني مجال شيخ ثار، تأدب واسكت واحكي ويا العالم. لا غير مستعد. محمد اسمعني انا غير مستعد ان ابقى بحوار هابط غير مؤدب لا يجوز. استاذ عادل اذا تسمعني استاذ عادل، لا ما يصير. كافي بزعنا من هالشكول هذه. لا غير مقبول شيخ ثار. هو سمعت ايش قال؟ يقول روح ولي هذا الادب اللي انت جايب لي اياه، هذا الادب اللي جايب لي اياه. شكرا جزيلا. هو هذول ينهزمون جنابك، يعني ينهزمون من الحقيقه. استاذ عادل اذا كنت تسمعني جنابك، اعرف غادرنا استاذ عادل. استاذ خليني انتقل لك، مع الاسف انه غادرنا الاستاذ عادل المانع. خلوني انتقل للاستاذ غالب الشابندر. استاذ غالب ابو عمار، ربما سيستخدم الامريكان ورقه الاقلمه، الاقليم او الاقاليم، في حال اجبروا على الانسحاب من العراق، وهذا سيناريو مطروح. هل الطيف السياسي الشيعي جاهز لورقه الاقلمه، ام انه موضوع الانسحاب هو فقط للاستهلاك الاعلامي؟ أخي العزيز، أنا أقول للأخ ثائر: أنت متحامل على الشيعة بشكل غير معقول. قبل 2 أو 3 أيام استمعت لك لكلام مع الآخرين، كفرت الشيعة ودمرتهم. كلام مو صحيح، وطعنت بأعراضهم. كلام مو صحيح. مع الأسف هذا تدليس وتحريف. شوف أنا ما عرفتك. لا مو كلامك مو صحيح. أنا ما عرفتك. مع الأسف. خلي بس خلي اسمح لي استاذ غالب، انت رجل كبير بالعمر. انا ما عرفتك ثائر حبيب قلبي. انت انسان عروبي ومحترم. انت انسان عروبي ثائر. أخ ثائر، أنت إنسان عروبي ومحترم. اسمح لي أنت إنسان عروبي ومحترم. الشيعة هم اللي سووا الدولة العراقية وسلموها بيد الأخوة السنة بال 1921، والشيعة هم سنة 1936 اللي ثاروا ضد جعفر العسكري لأنه أذى بعض المناطق السنية.
والشيعة هم اللي وقفوا مع رشيد علي القيلاني والسنة تخاذلوا عنهم. والشيعة هم اللي قاتلوا في إيران وراح أكثرهم 80% من الشهداء شيعة. والشيعة هم اللي قاتلوا داعش وخلصوك وخلصوا غيرك، وإلا كان داعش الآن موجودة في بيتك وبيتك كريم لا سمح الله ولا قدر. والشيعة هم اللي قاوموا الامريكان من اجاب ارجوك جاوبني وغيرها من المدن وغيرها من كذا استسلمت. انا اضم صوتي الى صوت الاخ عدنان واترك لان الاخ ثائر مع الاسف طائفي لا غالب ومؤذي لا ابقى ولا اكثر ولا أقل. اذا انت صادق ابقى واستمع للجواب، لكنك اجبن من هذاك. لا غير مسموح. عيب هذا الكذب. لا شيخ رجال كبير بالعمر وتكذب مع الاسف عليك. مسموح شيخ ثائر التجاوز. لا عيب واحد يكذب. لا غير مسموح التجاوز. ما مسموح انه تتجاوز. اليوم يا استاذ محمد شوف. لا شيخ ثائر 20 سنه اسمح لي هسه ما ضلينا بس انا وياك. اي بس انا يعني انا لازم خليني ارد. لا دقيقه. ارد ولازم ارد. ولازم ارد واختم. لكن دون التجاوز ارجو. كل الضيوف محترمين ابد ما تجاوز. بالضبط. شوف احنا ناس عراقيين عروبيين مؤدبين، عندنا اخلاق ما يحملها الاخرين. قال ثورة ال20 الشيعة سووها. هسه تجاوب. لا خليني اجاوب رجاء. ثورة ال20 اشترك بها محمود الحفيد من السليمانية، واشتركوا بها زوبع والعشائر الدلية من الانبار، واشتركوا بها للموصل. كل العراقيين اشتركوا بها، فلا يحمل الناس من النية. هاي وحدة. اثنين، ثورة رشيد علي القيلاني المعركة صارت بالحبانية، ما صارت بالجنوب، صارت بالحبانية، وتحملوها اهل الحبانية اهل الانبار، والقتال هناك. قاعد نحكي تاريخ. طبعا هو اللي حملني. قاعد نحكي تاريخ. هو اتهمني انا ارد. يقول سلموا الحكم للسنة. هل كان ملك فيصل الاول سني ام ملك لكل العراقيين؟ هل عبد الكريم قاسم سني؟ هل هذول كل الرؤساء اللي استلموا الحكم كانوا يعني يحكمون باسم السنة بحكم طائفي؟ ما كان شفنا شخصيات شيعية وصلت إلى مراكز مهمة في الدولة، ولا شخصيات كردية وصلت إلى أن يكون محمد بابان رئيس وزراء في العهد الملكي، ولا شفنا سعيد قزاز يكون وزير داخلية، ولا شفنا جعفر أبو التمن يكون رئيس وزراء. ما كان شفنا هذول كلهم لو كان الحكم سني. أما موضوع داعش، فداعش احنا كلنا نعرف داعش منظمة إرهابية، أخرجهم نور المالكي من السجون بالاتفاق مع بشار الأسد. ما حد موجود. لا ما حد موجود. أنا أحكي رأيي، هو اتهمنا أنا أحكي رأيي بس بإيجاز حتى أختم لأنه ما أقدر. براحتك. احنا داعش كلها تعرف هي مؤامرة، وهم اللي أدخلوهم وسحبوا الجيش وسلموا مناطقنا. كان قدرنا نناقش هاي الأمور. أما موضوع اتهامه إلي أنه أنا تجاوزت على الشيعة، أنا قلت لا، قال لك متحامل على الشيعة. لا قال لك متحامل على أعراضهم. لا قال لك متحامل على الشيعة. أستاذ محمد الله يحفظك خليني أرد حتى ننهي اللقاء. هذا الرجل ما صدق مع الأسف. هو قال متحامل والله، ما قال لك اتهمت. لا. قال لك أنت متحامل على الشيعة. ما سمعت أنت، ما سمعت. لا أنا عيد اللقاء بعدين واسمعه. أنا قلت باللقاء قبل أيام على قناة دجلة، قلت كانوا يصيحون نريد قائد جعفري، وإحنا القائد الجعفري المتعارف عليه ونعرفه إحنا رجل عادل بحكمه، عادل بكل شيء عنده. وشفنا حكم الإمام علي وشفنا آراء آل البيت كلهم، وإحنا نحبهم أكثر منهم. بس اللي جانا ما جانا حاكم جعفري عادل، جانا واحد حاكم جعفري سلسري، باق، قتل، نشر المخدرات، قتل الشيعة قبل ما يقتل السنة، وضرب الأكراد شركائهم اللي لفوهم هنا من كانوا هاربين من ايام النظام السابق، يقولون كنا بالنظام السلبي او النظام المقاومه وما اعرف ايش والمعارضه، كانوا هنا في كردستان، كانوا ملفيهم الاخوه الكرد وحموهم وامنوهم، وتالي هذا جزات الكرد ان يقطعون رواتبهم ويستهدفوهم بالطائرات والصواريخ، هذا جزاهم. بل اسوأ من هذا انه رقصوا وهللوا وصفقوا من يوم تم استهداف عائله كرديه استشهدوا بها اطفال، هذه جزاتهم. طيب ما هو اكو مثل العراقي يقول خبز رجال ببطن رجال دين وببطن الانذال صدقه. طيب فاني الحمد لله والشكر
موضوع الاقاليم اختم لك بموضوع الاقاليم حتى بس لانه لا والله لازم اختم. تعرف هو ليش؟ راح أختم. احتراما للي ما صار عندي إشكال. ومعيب ما اللي صار. عندي يعني إشكال، حقيقه لأن عندي هم- ضيفين غادة اول مره هم من 7 سنوات. لا هم ارجوك سمعوا البدايه وانهزموا. لا ارجوك سمعوا سمعوا الرأي. الضيوف غادروا أوكي، الان. أوكي، ما عندي مانع. الضيوف ما- غادروا الان. ما عندي وانا مانع. من 6 سنوات في هذا البرنامج ما حصلت معي هاي بس الحادثه. راح اسالك لكن سؤال الى احتراما برامجك القادمه. احتراما بس سؤال لك وانت جاوب عليه، مو انا اجاوب عليه. انا ما اقدر اجاوب. لا جاوب. لا مو شغله اجاوب، شغله اسال. هل الاقاليم تقسيم؟ هل احنا شرعنا التقسيم ام من؟ الدستور يقول لا. الدستور يقول لا. احنا طلبنا الاقليم من ضمن الدستور. اللي شرع التقسيم العمليه السياسيه اللي طيب. هم تبنوها، اللي سووا رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني ورئيس الجمهوريه كردي. طيب. اللي قسم البلد هذولا. احنا اليوم نريد نلم البلد بنظام الفيدراليه ونظام الاقاليم اللي يضمن حقوقنا وارضنا وحياتنا ومستقبل اجيالنا. والسلام عليكم ورحمه طيب الله وبركاته. يعني حقيقه احتراما ل كرامه ضيوفنا اجمع الشيخ ثائر، الاستاذ عادل المانع، الاستاذ غالب الشابندر، وبعد مغادرتهم الحلقه بعد صدامهم مع الشيخ ثائر البياتي، بحقيقة ما أقدر أستمر من باب الموضوعية والمهنية. ما أقدر لأنه من 6 سنوات وأني يعني حقيقة حريص على جميع كل الآراء. برنامج بوضوح قناة زاغروس منبر حر لكل الآراء المتقاطعة. وبما أنه غادر الأستاذ غالب، غادر الأستاذ عادل، ضيوف كرماء محترمين، أنا راح أنهي الحلقة يعني حقيقة لأنه ما أقدر أستمر برأي واحد، وأنا أشكرهم. شكرا للأستاذ غالب الشابندر أبو عمار، شكرا لك، وشكرا للأستاذ عادل، شكرا شيخ ثائر، شكرا لك، وشكرا شيخ ثائر، شكرا للضيوف الكرام.